السلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض مكرونه مبكبكه او اخت المبكبكه، مش نفسها هي بالظبط، في 10 دقايق وبس، وطعمها عجب، ما بتاخدش اي وقت خالص مولس، وتتاكل كده سخنه موحوحه في الساعه اللي احنا فيها دي، وفيها صوص خطير ومش محتاجين ان احنا نعمل جنبها اي حاجه خالص، هي كده لوحدها. اوعى بقى. بس نفسي اعرف حاجه، هما ليه سموها مبكبكه؟ علشان بتبكبك على النار يعني؟ طب ما في حاجات كتير بتبكبك على النار، اشمعنى دي اللي سموها كده؟ وليها اسم تاني برضو سموها مكرونه جاريه. جرت ازاي يعني؟ مش فاهمه. ولا هي جاريه عند حد؟ يو بقى اللخبطه دي، حد بقى من اخواتنا الليبيين يريحني ويقول لي ليه سموها كده. يلا بقى، قبل ما نبدا، لو اول مره تشوفوني انا ايمي الشاهي، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك وشير لو حبيتوا الفيديو. ويلا بينا نبدا على طول. اول حاجه هقطع الخضار اللي انا هستخدمه. انا استخدمت هنا فلفل الوان اصفر واحمر واخضر، اشاره مرور يعني، بقطعه مكعبات صغيره كده. ممكن كمان تستخدموا فلفل اخضر بس اللي موجود عندكم، ويا سلام بقى لو استخدمنا فلفل حراق بتبقى بقى ايه عجب. وبعدين بقطع بصله كده متوسطه لمكعبات برده صغيره خالص. وبعد كده بنجيب طاسه غويطه او حله، وهنحط فيها كيس مكرونه اللي هو 400 جرام، وبعدين احط عليها الخضار، ايوه كله كده ني في بعضه من غير تشويح خالص، واحط عليهم كمان فصين 3 توم مفرومين، وشويه بقى توابل ملح وفلفل اسود وبابريكا. نكتر بقى من البابريكا المدخنه كده علشان انا بموت فيها. وبعدين بحط عليهم كمان رشه من الزعتر صغيره كده شويه، يعني نص معلقه صغيره، ومعلقتين كبار من صلصه الطماطم، معلقتين 3 يعني ما نكترش. وبعدين بحط عليها باكو من المرقه الفوريه، ممكن تستغنوا عنها لو حابين عادي خالص زي ما انتوا حابين. انا اوقات كتير ما بحطهاش عادي. وبعد كده بحط عليها بقى شويه زيت كده، 4 5 معالق زيت. وبعد كده بحط عليها من كوبايه ونص لكوبايتين ميه مغليه، مغليه مش بارده، علشان بعد ما تستوي ما تبقاش كده معجنه، وما تبرد هتبقى طعمها وحشه. فعشان كده بحط ميه مغليه. في ناس كتير بتحط ميه بارده، بس انا بصراحه ما بحبهاش كده، علشان بحسها كده بعد ما تستوي ملزقه كده شويه، ومجرد ما بتبرد كده شويه بتعجن. لكن دي ما بتعجنش يعني، علشان بنحط ميه مغليه فيها. كميه بقى الميه مش بتبقى مغطيه المكرونه، لا بتبقى في مستوى المكرونه كده والخضار. وبعد كده بنغطيها ونحطها على النار لغايه لما بتستوي، ومن وقت للتاني كده نديها تقليبه. لو لقيناها محتاجه ميه نزود شويه بشويه، زي كباب الحله كده، بنزود له ميه شويه بشويه لغايه لما بيستوي. احنا بنعمل نفس الكلام في ديت، وما نسيبوش الميه تنشف خالص، لا بيبقى فيها كده شويه صوص. البخار بقى اللي بيطلع منها ايه نار، بس جميل في الساعه دي بقى نفضيها في طبق كبير قوي او صينيه، وناكل كلنا كده مع بعضنا. بلاش بقى مواعين كتير، وتتاكل وهي سخنه موحوحه ومليانه صوص. انا عارفه ان المكرونه المبكبكه فيها خطوات واضافات مختلفه شويه، وساعات كمان بتتعمل باللحمه، بس دي اخت المبكبكه يعني مش هي بالظبط. جربوها وقولوا لي رايكم فيها ايه. ويا رب الفيديو يكون عجبكم وحبيتوه. ما تنسوش تشتركوا في القناه لو لسه مش مشتركين، وتعملوا لايك وشير للفيديو، واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي، وباي باي.